نعزي الأخوة المغاربة وما تبعهم على خيبة الأمل في القرار اللي احتفلوا به وهم لا يدروا عنه شيئا. احتفلوا على الخوة نقولوا بالحسانية. انت مالك متربي؟ لحظة يدعي انت هو اللي يدعي لقيت اللي ما عندك اصل ولا عندك تصيله. السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتنا وقناتكم. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وصحة جيدة وأحسن أحوالكم أصدقاء ديالي. إلا كنتوا أول مرة كتشاهدوا القناة ديالنا ما تنساوش دعمونا بالاشتراك في القناة، كذلك تفعلوا خوتي الزر ديال الجرس، لايك الفيديو، بارطاجيو الفيديو مع الأصدقاء ديالكم باش تدعمونا ونستمروا في نشر المزيد من المقاطع. أصدقاء ديالي جبنا لكم مقطع جديد، مقطع يستحق الدعم والمشاهدة. لما نطول عليكم اخوتي ندوزو نشاهدوا الفيديو جميع، نتوما حكموا، كذلك اكتبوا لي الاراء ديالكم اسفل التعليقات ونتلاقاو في نهاية الفيديو. صحراوية من الصحراء الغربية موجودة في التراب الفرنسية وتكلم وأدافع بشراسة عن قضيتي وعن شعبي. بس سؤالي بسيط، هل أنت هويتش مكتوب فيها بوليزاريو؟ أنا نتكلم لك بصفتي صحراوية حاملة الجنسية. بس أنت إذا البوليزاريو مات بس أعطيني كلمة. أوكي بس أختي الغالية، هو البوليزاريو يا أخي خليني أتكلم نجاوبك أنا اللي بقيت. أنا اللي نجاوبك. أوكي بس أنت اتهمتيني على بوليزاريو. دقيقة بس أختي، أنت اتهمتيني على بوليزاريو. لي يا أخي أنا أسمع لك. أوكي شوف بس دقيقة. أنت معاك مغاربة راح أطلع مولي بريفيل ثاني. أنت يا أخي عود حيادي. انا معاك بس انت يقولوا لنا عنك تتكلم. يا اخي خليني نتكلم، خليني نوصل فكرة. انا ساكت، تفضلي خلاص انا ساكت. خليني نوصل فكره. انت بس منك حيادي يا اخي جاسم، في الاسم ديالك باين فيك عنك مانك مغربي ولا انك صحراوي. عود حيادي ولا عود منحاز للمغرب، واحنا لا ما نطلعوا معاك في اللايف. يا اخي سولتني عن الجنسيه الحامله في التراب الاوروبيه. انا لاجئه وحاملة الجنسية الإسبانية وأنا موجودة في التراب الأوروبية، يعني ما عندك جواز سفر صحراوي. ولكن ذاك ما ينفي على أني صحراوية 100%. أوكي يعني ما عندك جواز سفر صحراوي. الغربية الجواز سفر اللي سولت عنه الدول المستعرفة بجبهة الشعبية لتحرير ساقية الحمراء وادي الذهب. لا الجواز وينه؟ حنين يسمح لها بالباسبور صحراوي حتى ما نقاطعك شهرها بكل اريحية. دقيقة اختي، حتى ما نقاطعك احتراما لك، وين الجواز سفر مال الجمهورية وينه؟ حنين مالك طرحت علي السؤال اللي نجاوبك فيه. ممكن نشوف جواز سفر مال الجمهورية الصحراوية. انا درك ما هو يا اخي اسمح لي، انا درك ما هو معايا يا خير. نقد مثلا منين تفتح لايف ثاني تدخل عليا ندخل لك بس اي دولة طابعة فيه، اي دولة الختم حنيني ما فيه طبعا. فيه الدول مستعرفة بالجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية تسافر بها شورها بأريحية. تمام اختي، هاي النقطة. الدول غير مستعرفة طبعا ما يسافر. نحن نزلنا ثورة نطالبوا بس هالشيء مكتوب في الجواز، هذه معروفة. فهمتني؟ الثانية حسك طرحت سؤال والله باطل الإخوة اللي دخلت معاك الشيخ بدوي وابن الصحراء، هادو صحراويين مغاربة ويلفظوا وانتم مغاربة. لحظة ويدافعوا عن مغربية الصحراء. مغربية الصحراء إلى حد. اختي دقيقة، انت ترى تتكلمين بصوت مرتفع، ويوم اتكلم انا ما تسمعيني. انا لست قلة من قلة ادب، لكن من يعني بالاحترام. انت قلتي هؤلاء صحراويين مغاربة، وانت صحراوية من وين؟ انت من وين؟ اذا تقولي عنهم هم صحراويين مغاربه وانت صحراويه. على تكفر لي يا اخي، على تكفر لي. حتى تسمعيني بس لانك انت تتكلم ما سمعتيني. انت قلتي اسمعني، امالك طرحت لي حنيني، امالك طرحت لي سؤال علاه يتكلموا بالتزوير. حسهم قالوا الشيخ بدوي جاب لك وثيقه تتكلم منين اين هي بوليزاريو في ذاك الوقت، واين هي. بوليزاريو ذاك الوقت معروف عنها كانت محتله اسبانيه. يا اخي المغاربه الله يحفظ الغالي، الله يحفظ الوالد، خلي الله امين يحفظ والد الله يحفظ الوالد. بالثانيه انت قلت الشيخ البدو هؤلاء صحراويين مغاربه، انت صحراويه تنتمي لمن؟ للصحراء الغربيه. الى حد الان ما فات قبضه استقلالها يا اخي. مالي لا هي أنا مغربية ولا هي أنا جزائرية. أنا صحراوية لاجئة نطالب بتحرير بلدي.
انا اتفق دقيقه اقرا المشرف الطارح الحصه. بس دقيقه اختي الغاليه. شوف انت قلتي ان جواز سفر اللي عندك مال الجمهوريه العربيه الصحراويه، انا سالتك واي دوله ختمت، انت قلتي الدول المعترفه، هل الدول المعترفه مكتوبه في جواز سفر او وين مكتوبه؟ يا اخي سولت سؤال، يعني انا يعني نقول احنا بالحسانيه ممكن حجيبه هذا ممكن السؤال يا جاسم معقد. هذه دوله مستعرفه بيا ندخل شهرها ماني محتاج الختم، ندخل نمرق كيف بقيت بها مستعرفه بيا، فهمتني؟ يا غير حجيبه الله يحجبك. مع كامل الاحترام ما قاطعت اي حد منكم، لا تقاطع لا تقاطع كلامك ما هو مدرج شيء، وانا مع كامل احتراماتي لك لا اتجاوب معه. تجاوب مع جاسم وحده، هو المشرف على الحصه. ما عليك. الثانيه نعزي الاخوه المقاربه وما تبعهم على خيبه الامل في القرار اللي احتفلوا به وهم لا يدروا عنه شيئا. احتفلوا على الخوة، نقولوا بالحسانية، يقراوا القرار بيان ويتمتعوا فيه بيان ويعرفوا ما هو محتوى القرار باش ما تلا. بس اختي لا تصرخي لو سمحتي، لا تصرخي تخلد لهم صدمة ثانية. فهمتني؟ ومن فضلك ومن فضل الآخرين هذه إنا لله المكتوبة على البوليسات. اختي حجيبة شوف والله العظيم ما ودي اقلل ادبي ويقولون هاي بنت، بس لو تخفضين صوتك شويه بس حتى ما يطير البث بس شوي. ما شوف يا اخي جاسم انا ما يعني ما تحديتك. انا ما تحديتك، انا عندي الكلمه، اعطيتني الكلمه جزاك الله خير. خليني نوصل للي باقي نوصل. بالعكس انا طلعت معايا اخوه وانا ما قاطعتهم، وصلت لكلامهم ولا نبغي يقاطعوني. انا وهما افكارنا متباعده تماما. لاني باقيتهم يدخلوا علي، لاني باقيتهم يقاطعوني كي انا ما قاطعتهم. انا الوحيد اللي اخذ واعطي وياك بحكم ان نقاش ثنائي بيني وبينك، بس هذا الوحيد اللي موجود غيره. بس اختي انت يوم قلتي جواز سفر هذا تدخل به اي دوله انت دخلتي بهالجواز؟ يا اخي ما في دوله تدخل بدون تاشيره. يا اخي منين يعود مستعرف بيك؟ منين يعود البلد المستعرف به تقد تدخل كي نقولوا بالمثل نحن ندخلوا على موريتان اقرب لنا بلد، ندخلوا على موريتانيا فهمت؟ الى بقينا ندخلوا بالباسبور موريتانيا انا بروح موريتانيا. جاسم سأجيبك عن هذا الموضوع من فضلك، اعطيني مداخلة 5 دقائق اخت حجيبة اذا امكن. نسمح لك به يا محمد الحسين. اوكي قبل يرد اخوي محمد، دقيقه يا اخي اخوان لا حد يكتم الثاني، دقيقه اخوي محمد. اخت حجيبه اذا على موريتانيا والجزائر والدول موزمبيق وفنزويلا هاي ادخلها ببطاقه مال الحصه الرياضيه مال الجيم، البطاقه اللي عندي ادخلها هي الدول. الباسبور صحراوي انا ليس معي الان، ولكني قد عرضته منذ سنه في لايف ايضا كان اظنه للاخ سعودي، عرضت فيه باسبور صحراوي فيه دخول لدولة إسبانيا وفيه دخول لدولة فنزويلا وللمكسيك ولدولة كوبا وفيه طوابع. أخوي أنت وين طلبت تأشيرة إسبانيا؟ أنا حامل لما يسمى بالإقامة الإسبانية. وإذا حامل الإقامة دقيقة. أوكي دقيقة. اوكي حامل الإقامة الإسبانية، بس وين طلبت الإقامة أول مرة سافرت في إسبانيا وين طلبت إذن الدخول إسبانيا؟ طلبت تأشيرة من السفارة الإسبانية المتواجدة في الجزائر وعندي فيزا فيه. لحظة ثواني أنت جزائري؟ أنا صحراوي ولست بجزائري. كيف تطلب إذا صحراوي كيف تطلب تأشيرة إسبانيا من السفارة الإسبانية؟ كما أني دقيقة سأجيبك، كما ذهبت إلى الإمارات منذ 2.5 سنين كنت قد طلبت أيضا الفيزا للرجوع أو رخصة الرجوع من القنصلية الإسبانية المتواجدة هناك. أي جواز سفر ختموا لك في الإمارات؟ في الإمارات ختموا لي بالجواز السفر الإسباني. انزين يعني انت تستهبل علي الحين. انت تستهبل علي كيف جواز انت الحين يا اخي انت شوف انت خليني نكمل لا تقاطعني، خليني نكمل المداخله. انت تقول عندك جواز سفر اسباني وفي نفس الوقت طالب تأشيرة اسبانيه، كيف؟ عندي اسمع عندي جواز سفر صحراوي فيه دخول لدوله اسبانيا وفيه هل اول مره دخلت اسبانيا دخلت بالجواز سفر؟ انت كذاب. لا ود العتاب يا اخي، ود العتاب رحم الله والدينك الغالي. شوف انت دخلت اسبانيا اول مره باي جواز؟
دخلت بالجواز السفر الإسباني الصحراوي. وين طلبت التأشيرة؟ طلبت التأشيرة، كانت عندي تأشيرة لإسبانيا ودخلت بالجواز سفر الإسباني وأثبت أي سفارة أعطتك يا أخي الكريم دقيقة، أنا لا تعجزني، أنت ما أعجزك وأنا أتحداك في لايفك. أنا وياك. أنت خلك من العنتريات، أنت بس سؤال جواب، أنت تسألني أنا جواب. ماشي العنتريات، إذا عندك جواز سفر على أي أساس إسبانيا أعطتك جواز سفر؟ صحراوي، أنا صحراوي وسأثبت لك كذلك وافتح لك. على أي أساس أعطتك إسبانيا جواز سفر إسباني؟ على أي أساس؟ صحراوي، الجمهورية العربية الصحراوية يعني الديمقراطية. أنت الحين إسباني ولا صحراوي؟ أنا صحراوي. افتح الكاميرا، ارشد الكاميرا نوريك. غالي أنت بس بسيط بالبسيط. افتح الكاميرا. حياك الله. فاتحين الكاميرا. افتح الكاميرا الحين. هذا افتح الكاميرا يا أخي جاسم مقاطع محمد أصيل. جيبه دقيقة، ثواني تفضل. ثواني. راونا الخواتم اللي عندك على الجواز هذا. أطلع لك مليون وحدة أتكلم على الختم في الجواز. ولا شوف الختم قلت لك عنه، الباسبور ما هو عندي، لكن لما تفتح لايف غدا سأعطيك الباسبور في ختم إسباني. وين مخلنا؟ اسمع اقرا تبارك. تجيد من البطاقة بابا الغالي. اسمع محمد تجيد اللغة العربية ام لا؟ شوف ايوه تفضل. اقرا الجمهورية العربية انا باشر اطبع لك نفس الهوية. شوف اطبع لك هوية انك سوري ممكن؟ غير معترف به. الجواز السفر غير مطبوع في المطبعة، غير معترف. زين ايوه. يا أخي جاسم هذا معروف. مطبوع في المطبعة. انت جيبه اخوي البدوي دقيقة. انا اسالك عن جواز السفر، اي دولة طبعت لك فيه؟ بس هذا عندك الطابع والختم، تفضل. اذا ما عندك اعذرني الغالي. يا أخي جاسم اسمع انا عندي يا جاسم انا أنت سؤال بسيط. انت كيف كصحراوي قابلت بالجنسية اليهودية؟ الله أكبر. دقيقة كيف قابلت بالجنسية النصرانية مال اسبانيا؟ انت صحراوي عندك جواز. يا أخي جاسم حجيبة دقيقة. الله انت كيف قابلت بالجنسية الاسبانية؟ دقيقة يا جاسم، دقيقة الله يفضلك ولا تقاطعني. أعرف أنك منحاز للطرح المغربي، لكن أدير أذنك. اسمعني خليني نتكلم، لا تقاطعني إذا أمكن ذلك. حجيبة ديري ميوت. هل سؤالي فيه أي تحيز؟ سؤالي بسيط. لا سؤالك بسيط، لكنك ما خليتني نقول ولا كلمة، تقاطع تسأل. أنا بس سؤال واحد وبسكت. سؤال واحد. أنت كصحراوي لديك جواز سفر الجمهورية العربية الصحراوية، لماذا قبلت بالجواز السفر الإسباني؟ تفضل يا أخي. أختي حجيبة لو سمحتي، أعطيتي الكلمة لمحمد. تفضل محمد. تفضل. لماذا قبلت بالجنسية الإسبانية؟ تفضل. لأن الجنسية الإسبانية تحق لي كصحراوي كانت لدى أبائي وأجدادي آنذاك ما تسمى بالبطاقة الإسبانية أو ما إبان الاحتلال الإسباني، فيحق لي أن أحمل الجنسية الإسبانية قانونيا. لحظة. كما أنه يحق. كيف؟ دقيقة. كيف ما فهمت. يحق لك لماذا؟ يحق لي لأن آبائي وأجدادي كانوا تحت الاستعمار الإسباني آنذاك ولهم وثائق إسبانية. لكن إسبانيا ما تعطي الوثيقة إلا اللي تعتبره من ابن البلد. لا العكس. إذا كنت محتل يا جاسم، يعني الجزائريين الحين دام فرنسا كانت في الجزائر، أغلب الجزائريين كلهم فرنسيين الحين. على فرنسيين. هو قال إسبانيا كانت في الصحراء أعطته جواز، يعني فرنسا كانت في الجزائر أعطته جواز، خلاص بكل بساطة. الأخ جاسم خليني نكمل مداخلتي، لا تقاطعني إذا أمكن ذلك. أنا بحط ميوت. تفضل جدا. تفضل. أعتذر منك كثرة أسئلتك أو قلة فهمك للقانون الدولي أو قانون الجنسية، كيف تؤخذ أو كيف تعطى. هذا جاسم مشكلة ممكن أن تكون في الدول العربية إلى غير ذلك، لكن هناك قوانين لأخذ الجنسيات أو أخذ حتى الوثائق فيما يسمى الدول الأوروبية، وهناك من يحق له وهناك من لا يحق له إلى غير ذلك. أنا كصحراوي
بدخولي بإسبانيا لما أثبت أني لدي أصول أو أباء أو جد له هذه الجنسية بإمكاني أن أحمل هذه الجنسية. نتجاوز هذا الموضوع لأن موضوعنا هو إنا لله وإنا إليه راجعون كما قلت أنت للبوليساريو. أقول لك أنه حتى الأمم المتحدة لن تقل هذا، فكيف لك أنت مواطن من دولة الإمارات أن تكتب هذه الكتابة؟ كيف لك أنت كمواطن من الإمارات؟ لحظة أي كتابة؟ لحظة أي كتابة؟ إنا لله المرحوم بوليساريو. بس أنت بوليساريو؟ نعم يا أخي. يا أخي اختي حجيبة، أنا ملخبط بين المفاهيم. دقيقة محمد. أوكي سأفهمك في المفاهيم. قبل هذا أفهمني شيء واحد، افهمني. دام الجمهورية العربية الصحراوية أوكي تدخل كل الدول، الحين الطوابع اللي عندك في جواز السفر الإسباني خلنا نشوفها، ليش ما دخلت أنت؟ المفروض يكون جواز الإسباني ما فيه ولا ختم. يا أستاذ الكريم فضل. يا أستاذ الكريم، قلت لك أن الباسبور ليس متواجد معي، وأنت قد تحديت بخمس هل لديك الإسباني متواجد؟ خليني نتكلم. أوكي، هل لديك الإسباني؟ يا أخي لدي الإسباني. عطنا نشوف الإسباني. ما هو عندي يا أخي الكريم، لست في المنزل. لا حول ولا قوة إلا بالله. لست في منزلي أحمل فقط البطاقة العادية، لأن الباسبور يكون ماني مسافر. أنت الحين بأي دولة؟ بإسبانيا. وكيف تتنقل إسبانيا بطاقة هوية مال دولة ثانية؟ يا أخي تنقل عندي بطاقة هوية إسبانية. أسئلتك والله عجيبة. لا تحجيبة. الإنسان المقيم الحين بالنسبة إذا هو عنده جواز سفر إسباني. أخي جاسم دقيقة أختي الغالية، دقيقة. أنا الدول اللي دخلت أسئلتك الله. حجيبة أنت وكلتي الأمر لمحمد، خله هو يتفضل. تمام. أول شيء محمد قال عندي جواز سفر إسباني وعندي جواز سفر مال الجمهورية. دقيقة أختي الغالية، عندي جواز سفر مال إسباني. قلنا له راوينا مال الصحراوي، قال ما عندي. راونا مال إسباني ما عندي. أنت دامك متأكد من نفسك وأنت في الاتحاد الأوروبي، لماذا تحمل الوثيقة أو البطاقة أنا يوم أسافر أوروبا ما أراويهم الهوية الإماراتية، بقول لهم أراويهم الجواز، أو حتى أنا أقمت لمدة 3 سنين في أوروبا ما أحمل وياي الهوية الإماراتية. الهوية الإماراتية صالحة في الإمارات، مو بصالحة في أوروبا. الهوية يا جاسم مانك فاهم. أنا وريت لك الهوية الصحراوية لأنك أنت قد نفيت الهوية الصحراوية ونفيت أن هناك الهوية. أي شخص ممكن يطبع هوية. يا أخي يا أخي جاسم جايبك ريت خليني نتكلم والله نقض ندير ميوت. الله يجازيك لا تتقاطعني. تفضل بسرعة. قاطعتني، أعطيتك الوقت وأنا ما خليتني نوصل الفكرة. مصيبة هذه. أوكي إذا أنا حتى جاسم يقاطع ما خلاني نقول ولا جملة مفيدة في القضية. أظن أنك إذا كان فهمك للقانون الدولي أو فهمك للتنقل في العالم مانك فاهمه، أنا ما عندي ما. أوكي بس هل الناس تتنقل بهوية؟ هل في حد يتنقل بهوية في أوروبا؟ ومن قال لك أنني أتنقل بهويتي؟ كيف تحمل هوية وما تحمل جواز؟ إذا أنت متأكد من نفسك، ليش حامل الهوية ومو بحامل الجواز؟ والله أسئلته العجيبة غريبة سبحان الله. سؤال بسيط. جاسم أظنك يا جاسم أنت عمرك أنت لست بإماراتي وعمرك خرجت ابن الصحراء. خلوه يتكلم ما نقاطع عمرك. لا الكلمة يا 5 ثواني. ابن الصحراء والله قاطعناه وايد محمد وصبر ويانا، خليه يكمل اخر اي شيء. جاسم قاطعتني انا ما كملت. ما اخت حجيبه انت اعطيتي الكلمه لمحمد، خليه يتفضل وعشان الناس الثانيه هم وايد يحترمونه. اعطيته ولكن يا اخي ما خليتني نكمل. اعطيته 5 دقائق. يا جاسم 5 ثواني والله ما تعدى 5 ثواني. انا وهو في نفس القضيه وانت ما خليتني اوصل كلمتي. بالله شوف يعني 5 ثواني. شوف 5 ثواني والله ما فوت. 5 ثواني افضل. 5 ثواني والله العظيم 5 ثواني. انا سؤالي له هو، انا ما اشوف انا ما نعاتبه على لا اسالني انا، لا تساله، اسالني انا بساله لانه هو انا نسالك انت. انا ما نعاتبه، انا نسول لك انت. انا ما نعاتبه هو على باسبور الاسباني لانه هو مواطن ممكن يحمل جنسيه ثانيه. يقدر نعاتب رئيسه يحمل الجنسيه الاسبانيه. كيف لرئيس دوله يحمل الجنسيه الاسبانيه؟ نطالبوا احنا ثوره. لحظة عجيبة. اطرح السؤال بسرعة أخوي بن الصحراء حتى محمد يتفضل. كيف لرئيسه إبراهيم غالي أن يحمل الجنسية الإسبانية؟ خلاص تفضل محمد. والله حجيبة خليه يتفضل يا حجيبة. خلي هايشر يتفضل، خلي محمد يتفضل.
والله لا حول ولا قوة إلا بالله. تغرنا والله العظيم تحيرني أسئلتكم، لأني عاد لي تقريبا أعطاني الكلمة الأخ جاسم منذ أكثر من 10 دقائق ما قلت كلمة مفيدة لدقيقة. تفضل بسرعة الغالي، ما حد يقاطعك نهائيا. أوكي. سأجيبه من أين ما انتهى هذا الأخ الذي يدعي أنه ابن الصحراء. قال لي كيف لرئيسه. اوقف هون كيف لرئيسه جاسم دير ميوت لا تقول يدعي، لا دير ميوت واسمع. اوقف هون بريتك يا النواشة يا الذنابة يا المذنون، بريتك من المصطلحات، بريتك يا الذنابة يا المخمز يا السود. لا انت هو السود، لا تقولهم يا الذنابة. ثواني شيخ البدو الغالي، شيخ البدو انت مالك متربي. لحظة يدعي، انت هو اللي يدعي يا اللقيط اللي ما عندك اصل ولا عندك تصيلة. شيخ البدو هذا ماذا هو اللي من اليوم اللي تكلمنا نتكلموا ينقالنا يا المستوطنين مالكم الصحراويين وانت شنو تطيح فرنسا في المتيان تطلب ليوضي اللي ينسخك. خذي نفسك على كنت عندك في الميدان مع الرجاله. وصلنا للختام ديال الفيديو. كنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. الى عجبكم خليو واحد لايك اشتراك في القناه، كذلك فعلوا خوتي الزر ديال الجرس، بارطاجيو، كتبوا لي اسفل التعليقات الاراء ديالكم حول الفيديو ديال اليوم. وصلنا خوتي للختام ديال الفيديو، ما بقى لي الا نودعكم. نتلاقاو في فيديوهات قادمه ان شاء الله.